وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا في فيديو جديد خاص بإزاي توصل مكتب الشهر العقاري الموجود في التجمع الخامس اللي معظم الناس بتتوجه إليه، ولكن بيكتبوا على الجي بي اس وبيطلع الموقع غلط. الغلط اللي هم الناس بتروح هوريكم بعد كده الموقع صح ازاي تروح. هم طبعا بيكتب طبعا مكتب شهر عقاري في التجمع الخامس موجود في نادي القاهرة، فبالتالي هو بيكتب نادي القاهرة في التجمع الخامس. هنشوف هيطلع له ايه. زي ما حضرتك شايف معايا كده احنا كتبنا نادي القاهرة ايه التجمع الخامس، بيطلع لنا اللوكيشن اللي هو الغلط، اللوكيشن الغلط، الموقع الغلط. عقاري. طيب هو المكان ده موجود فين، او انا عشان اروحه صح اروح ازاي؟ في عندي طريقتين، تمام. يا اما اكتب نادي او اكتب الشهر العقاري، شهر العقاري في نادي القاهرة، نادي القاهرة، تمام. في شارع التسعين، لازم اكتب شارع التسعين عشان يطلع معايا المكان ان شاء الله مظبوط باذن الله زي ما هنشوف مع بعض كده. طبعا هنسيب المنطقة بتاعت الحي الاول خالص، تمام، اللي هي كان الموقع الغلط، وهيوديني ادي الصور زي ما انت شايف معايا، تمام. وهنقول الاتجاهات فين، هيطلع لي ان شاء الله اللوكيشن المظبوط، تمام. ادي مكتب شهر عقاري التجمع الخامس في نادي القاهرة زي ما حضرتك شايف معايا. وكمان في طريقة تانية، تمام، ممكن اكتب، هاجي هنا اكتب نادي رويال في التجمع الخامس، وهندوس برضو على الاتجاهات، تمام، لان النادي دوت جنب بالظبط نادي القاهرة في اللي هو فيه الشهر العقاري. ادي زي ما حضرتك شايف معايا كده، ادي نادي رويال اهو، تحت منه على طول مكتب الشهر العقاري بتاع التجمع الخامس. دوت كان فيديو النهارده يا جماعه، اتمنى ان انت تشيره لكل الناس عشان خاطر في ناس كتيره فعلا بتتوه وتوصل للحي الاول اللي هو النادي المكان الخطأ. معلومه كمان عاوز اقولها لك بالنسبه لمكتب الشهر العقاري دوت، لازم تروح بدري جدا جدا لان هناك بياخدوا عدد عملاء قليلين جدا، او عدد معين من الاسماء، تمام. يعني في درجه ان في ناس بتبقى هناك متواجده من الساعه 6 صباحا، بيسجل اسمه ينتظر دوره لانهم بياخدوا عدد معين بس. في النهاية أرجو إن أنت تساعدنا إن احنا نوصل لناس كتير عشان خاطر الناس ما تتوهش وتوصل بالسلامة. شكرا ليكم، وتابعونا إن شاء الله في فيديوهات تانية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.